السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي بكر محمد من السويد، وسوف أقرأ عليكم المادة 17 من الدستور الإريتري. دستورنا هو أساس العدالة وأساس وجودنا في إريتريا، لذلك نحن سوف نطبقه. المادة 17: الاعتقال والاحتجاز والمحاكمة العادلة. لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه إلا وفقا للإجراءات القانونية الواجبة. 2. لا يجوز محاكمة أي شخص أو إدانته بأي فعل أو امتناع عن الفعل لا يشكل جريمة جنائية وقت ارتكابه. 3. يطلع كل شخص يتم اعتقاله أو احتجازه على أسباب اعتقاله أو احتجازه والحقوق التي يتمتع بها، يتصل بإلقاء القبض عليهم أو احتجازه بلغة يفهمها. 4. يقدم كل من ألقي القبض عليه أو احتجز رهن الاعتقال أمام المحكمة خلال 48 ساعة من توقيفه، وإذا لم يكن ذلك ممكنا بصورة معقولة في أقرب وقت ممكن بعد ذلك، ولا يجوز أن يكون محتجزا رهن الاحتجاز بعد تلك المدة دون سلطة المحكمة. 5. لكل شخص الحق في تقديم التماس إلى المحكمة للحصول على أمر المثول أمام المحكمة، وإذا أخفق المسؤول عن الاعتقال في إحضاره أمام المحكمة وقدم أسباب اعتقاله، تقبل المحكمة الالتماس وتصدر أمر الإفراج عن السجين. 6. لكل شخص متهم بارتكاب جريمة الحق في محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة قانونية، على أن هذه المحكمة قد تستبعد الصحافة أو الجمهور من جميع أو أي جزء من المحاكمة لأسباب تتعلق بالأخلاق والنظام العام أو الأمن القومي، كما هو ضروري في مجتمع عادل وديمقراطي. 7. يعتبر الشخص المتهم بارتكاب جريمة بريئا ولا يعاقب عليه إلا إذا ثبتت إدانته من قبل المحكمة. 8. إذا أدين المتهم يكون له الحق في الاستئناف، ولا يجوز محاكمة أي شخص مرة أخرى عن أي جريمة جنائية صدرت بشأنها أحكام. في وطننا إريتريا نحن لسنا بحاجة لحكومة غير دستورية، لذلك يجب علينا إزالة هذا النظام وإقامة حكومة دستورية مدنية.